الحقوني يا جماعه، لقيت جوزي قاعد بيتفرج على العشق الممنوع ومتاثر قوي بسمر، وبيقول لي لو ما عملتليش سمر انا هلم هدومي وامشي واسيبك. قلت له يا خرابي تسيبني؟ لا ارجوك، انا ما اقدرش اعيش من غيرك، انا لازم اعمل سمر حالا. لو لسه بتتفرجي ما تنسيش اللايك. طبعا شكل اسناني مش شبه سنان سمر خالص، قلت لازم احط اسنان كده تعمل ضب كده زي ما انتم شايفين. وبعدين جبت العدسات ورحت حطيتها في عينيا. انا برتاح قوي للحركه دي اهي، احطها كده على طول. الحركه دي بتريحني جدا، بحس ان انا حطيتها في المحلول اهي. بصوا ركبت على طول ازاي. لازم اعمل سمر باي طريقه، وسمر طبعا عينيها زيتوني. ده اللي انا بشوفه، يعني مش بشوف عينيها غير اللون الزيتوني. وبعدين قلت انا محتاجه كده ارطب وشي. البتاع اللي انا لابساها في اسناني دي مضايقاني جدا على فكره، ومش مرتاحه لها، مش عارفه ليه. المهم قعدت ادعك كده السيرم، قعدت بقى افرش السيرم على وشي كله. وبعدين رطبت بشرتي كده كويس قوي. وبعدين قلت سمر حواجبها متسرحه دايما على فوق ومش بتحط فيها حاجه خالص، يعني لو حطت فيها حاجه بتبقى حاجات بسيطه قوي. لو لسه بتتفرجي ما تنسيش اللايك. سرحت بقى حواجبي كده زي ما انتم شايفين، وقعدت ساعه عشان اسرح فيها. بعدين جبت الكونسيلر ده بتاع ساندرا، وحاولت ان انا كنسل الهالات. طبعا ما ينفعش نحط كونسيلر فاتح على اي هالات عشان هتقلب رموز. لازم نكنسل الهالات الاول كويس قوي بكونسيلر يكون نفس الدرجه او اغمق شويه من درجتنا او على اصفر، هيكنسل معانا حلو قوي. لو ما زهقتيش من الفيديو ولسه بتتفرجي يبقى لازم تعملي لايك. خلاص وبعد كده بقى هجيب منديل كده وامسح شفايفي كويس قوي، واحط من الفيلر ده فيلر شفايف بيكبر الشفايف، لان سمر طبعا شفايفها كبيره جدا وعامله فيلر زي ما احنا شايفين. المهم بقى حطيت الفيلر ده، وبعدين جبت بقى نوت اللي هو الفاونديشن ده، خطير بحبه جدا. قلت البت سمر دي بنت صفرة كده، صفرة في نفسها قوي، انا لازم ابقى صفرة. الفاونديشن ده مصفر كده وفظيع وبيدي كفر مش طبيعي للبشره. انتوا هتلاقوا بشرتي دلوقتي بتتحول. طبعا انا هنا بقول يح على شفايفي ده لانه بيحرقني جدا، بيكبر الشفايف جدا جدا. انتوا اصلا هتلاحظوا الفرق لما اجي امسحه واشيله خالص. المهم قعدت ان انا اظبط الفاونديشن كده وافرده على بشرتي كويس قوي قوي قوي، عشان خاطر ما يبانش ان انا حاطه حاجه على وشي خالص. وبعدين هبتدي بقى ان انا انور الاماكن. بصوا يا جماعه تغطيه الفاونديشن عامله ازاي، ايه التغطيه الخطيره دي. بصوا التغطيه طبعا من غير فلتر ولا اي حاجه خالص. بصوا شايفين. لو لسه بتتفرجي ما تنسيش اللايك. فظيعه ومعجبه بيه جدا. جبت بقى علبه الكونتور بتاعت مايت سينما دي، حبيبتي 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 ما اقدرش استغنى عنها. باخد منها كونتور وباخد منها كونسيلر وباخد منها البودر البيضه اللي هي بتاعت التحديد، باخد كل حاجه. قلت بقى البت سمر ديت عندها طبع حسن بقى، وخدودها مرسومه ودقنها مرسومه منحوته، وشها كله منحوت يا جماعه، وطبعا قورتها منحوته ومناخيرها كمان منمنمه ومنحوته كده وصغيره، ما فيهاش غلطه من الاخر يعني. قعدت بقى احاول ان انا اعمل ان انا ما فيش اي غلطه. وجبت بقى البتاع دوت اسمه ايه، بلاشر بتاع مايت سينما، كان اول ما طلع. المفروض تكونوا حفظتوا بقى وتعملوا لايك. على فكره حلو بيجمنت قوي. حطيت منه على مناخيري وعلى خدودي وفوق قرتي كده عند حواجبي، فوق حواجبي قصدي. وجبت الكونسيلر ده بتاع لوريال طبعا غني عن التعريف، افتح بيه بقى وانور بقى. دلوقتي بقى تقدري تفتحي وتنوري طالما ما فيش اي هالات او اي حاجه اي الوان في البشره. طبعا بندمج الفاتح الاول بعد كده الغامق. خلاص انا عايزه اقول لكم اصلا ان الفيديو ده انا بصوره. الفيديو ده ميك اب قديم قوي كنت بعمله. انا دلوقتي التكنيك بتاعي في الميك اب افضل من كده بكتير يعني. تمام. ابتديت بقى ان انا اظبط الكونسيلر كده، وان انا اوزعه كويس وانور العين واشد العين وانا بنور. وبعد كده بقى هدمج البلاشر، بعد كده الكونتور زي ما انتم شايفين كده، فاهميني، الفاتح وبعدين الغامق، واظبط كده الكونتور والبلاشر مع بعض بحيث ان انا اشد الوش لورا، ما يبقاش وشي مترهل مش عارفه، ما يبقاش الوش فيه ترهل يعني. لو لسه بتتفرجي اعملي لايك. المهم بقى طبعا كلنا عارفين ان سمر بنت كده بتنور كده صفرة وبتنور معرفش ازاي، ووشها منحوت ومرسوم. قلت بقى ارسم وشي بالبودر البيضه دي، ما انا مش عايزه الراجل يطفش مني يا جماعه، لازم اعمل له سمر باي طريقه. المهم بقى رحت قعدت بقى انور في العين وفي المناخير، واعمل الخط اللي في النص دوت، واظبط المناخير بحيث ان انا اصغرها شويه، وانور بقى الحتت اللي هي حطيت فيها كونسيلر عشان انورها. وبعدين اجيب بقى الباودر وابتدي ان انا اثبت بقى كل اللي انا عملته ده تاني كله بقى، يعني خدودي بقى ومناخيري وقرتي وكل حته. خلاص هثبت بشرتي كلها زي ما انتم شايفين كده عشان خاطر الميك اب يثبت معانا. وعلى فكره مش شرط تحطي كونتور كريمي قبل الميك اب، ممكن تحطي عادي باودر بعد الفاونديشن على طول والكونسيلر، وتعملي بقى الكونتور بالباودر.
مش لازم تعملي كريمي. انا هنا عملت الحواجب بس اكتشفت ان انا ما كنتش بصور. المهم حاولت ان انا اظبط الحواجب كده بسيط قوي عشان ما يبانش ان انا عامله في حواجبي حاجه اوفر يعني. وبعدين جبت الاي شادو البني، هي كانت معتمده في المسلسل الاي شادو البني في اسود لو تلاحظوا، يعني دايما كان فوق عينيها بني كده وفي الاخر كده كان في اسود، وكانت مظلله عينيها باسود كده من تحت، دايما عينيها كانت مكحله وحلوه. المهم جبت الدرجه البني الفاتح مع البني الغامق كده، ابتديت ان انا اعمل ميكس بينهم، اميكس كده كويس قوي اهو زي ما انتوا شايفين، علشان خاطر تديني الكسره بتاعه العين بتاعتها. انتوا عارفين ان انا خلاص قلبت سمر حالا اهو، بقيت بصوا اتحولت بقيت سمر. هاخد بقى احط تحت عينيا كده اعمل هالات، شفتوا الهالات اللي شلناها في الاول هنعملها تاني خلاص اهو كده بقيت سمر. وابتدي ان انا بقى اعيد على كونتور الانف كده بالفرشه والكونتور بتاع الدقن. وبعدين هجيب هنا من العلبه بتاعه الهايلايتر دي بتاعه ميه سينما، انا بحب قوي الهايلايتر ده بصراحه بيجمنت قوي 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 يعني. هحط في اول العين بس هايلايتر كده عشان انور العين من قدام. وطبعا الرموش بقيسها الاول بجربها قبل ما اركبها، وبعدين بنفض اي بودر زياده واي حاجه على بشرتي عشان خاطر بشرتي تبقى صافيه كده ومنوره. وطبعا البندانه السودا دي اتبهدلت، ودي حركات غريبه بعملها وانا بعمل الميك اب ما تركزوش فيها. ابتدي بقى ان انا احط البلاشر وبضم الفرشه كده كويس قوي وانا بحط في المناخير او في الانف يعني. وبعدين هجيب الرموش واحط فيها اللي هو الجلو بتاع الرموش، وابتدي ان انا الزق الرموش كويس قوي قوي. خلاص اهو هرزقها كويس كده بالملقاط، انا ما بعرفش ارزقها بايديا خالص. بعد كده بقى هجيب الايلاينر او الديب لاينر، يعني ده ديب لاينر مش ايلاينر، وابتدي ان انا ارسم العين زي ما انتوا شايفين كده، واعمل بوز العين. والرمش هنا من قدام ما لزقش، وكسلت ان انا اجيب اللزق تاني واشيله واعمله، فقلت هملى الفراغ ده بالايلاينر وخلاص، عشان خاطر انا اساسا زهقت وعايزه اخلص وبلا سمر بلا نيله اهو زي ما انتوا شايفين كده. وشديت بقى خط الايلاينر ده اهو زي ما انتوا شايفين، رسمه خطيره بس محتاجه شويه تريكات كده. وانا الصراحه كنت مش قادره خلاص، تعبت بقى، كفايه بقى اللي انا عملته يعني، عملت سمر ونص، هعمل ايه تاني؟ وطبعا هحط الروج بقى عشان ابين السنان الغريبه اللي انا حطاها دي، وارسم الشفايف كده كويس قوي اهو. لو وصلتي لحد هنا يبقى انت بتحبيني وانا بموت فيكي، وما تنسيش تعملي لايك. شايفين حطيت لون روج هي مش حاطاه اصلا بس عشان يبرز الميك اب شويه، لان حسيت ان الميك اب سيمبل قوي وخفيف جدا. وجبت الهايلايتر، ابتديت ان انا بقى المع بشرتي كده زي ما انتم شايفين. بصوا شايفين اللمعه دي، بحب اللمعه دي قوي 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 يعني. شايفين اللمعه دي بتخلي الميك اب في حته تانية يا جماعه والله. وابتدي ان انا بقى المع مناخيري وخدودي ودقني وكل وشي، وابقى كده بقى بجد خلاص خلصت وفنشت الميك اب وبقيت سمر. هغير البندانه المعفنه دي والبس بندانه نظيفه اهي زي ما انتم شايفين وبس. اكتبوا لي بقى رايكم وما تنسوش اللايك.